تعتذر للعيبه نادي الزمالك، دي شجاعه منك، ده بيخليني ان انا احترمك اكتر. فكره ان انت لما تيجي تتكلم على السكواد نادي الزمالك في الاول خالص، مش بتكلم على الكابتن ابو الدهب، بتكلم بشكل عام، ان انت تقول ان السكواد ده اضعف سكواد ويجي يوصل نهائي افريقيا وفاضل له نقطه عشان ياخد بطوله الدوري. فمن الشجاعه ان انت تطلع تعتذر، ومن الشجاعه ان انت تقول انت غلطت، لان في ناس تعبت. بالظبط، في ناس تعبت نادي الزمالك عشان يوصل للمرحله دي. اللعيبه دي تعبت ان هي تحترمه، لعيبه الزمالك مش نادي الزمالك مجلس الاداره. عارف كمان نادي الزمالك لعيبته، اللعيبه دي خليتك تحترمها ليه يا ابو دودر؟ لان الكوره ما بتعترفش بالاسماء. صح، الكوره بتعترف بالرجوله والجدعنه في قلب الملعب، يكون عندك مسؤوليه تجاه ناديك وجماهيرك، وبتلعب على قد الامكانيات بتاعتك، فبالتالي انت بتوصل للي انت عايزه. يعني انا كمان ما عجبنيش حاجه ان انت لما بتتغلب مباراه بتطلع تشرح في معتمد، مع ان معتمد وحسام عبد المجيد، ما هو ده شايلك طول الموسم يا جماعه. كلنا كنا بنغلط، خد بالك انا الوحيد اللي في مصر يا كابتن ابو الدهب اللي قلت سكواد الزمالك اقوى من النادي الاهلي. لا مع احترامي ليك، انا بقول لك السكواد بتاع نادي الزمالك اقوى من النادي. انت ما عندكش الا لعيب واحد، اللي هو مين بقى؟ اللي هو بزيره، اللي هو محمد اسماعيل ده ايه، وعضيه الدباغ ده ايه، وعبد الله السعيد ده ايه، ومحمد شحاته ده ايه، وفتوح ده ايه. انا مش عايز اتكلم في النقطه ديت، لكن انت عندك لعيب عنده حلول بيعرف يكسبك. انت طول الماتش بتاع اتحاد العاصمه قاعد لحد الدقيقه كام؟ لحد ما الراجل نزل. ده راجل جاب لك جون وبقى له اسبوع بيجري. لا وفي سموحه كده، وفي سموحه